السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نتحدثوا على منافسة كأس العالم. المنتخب الجزائري كاين جاتني بزاف أسئلة، وصلتني الكثير من الأسئلة خاصة من الإخوة الجزائريين، يعني اللي راهم في الجزائر، حول يعني مواضيع مختلفة تتعلق بالمنتخب الوطني، المكان اللي غادي يلعب فيه. كاين المهم المكان اللي غادي يلعب فيه هو كانساس سيتي. كانساس سيتي هذه يعني فيها واحد الملعب تما معروف جدا، يعني المساحة تاعه كبيرة، طاقة الاستيعاب تاعه كبيرة جدا، تصل إلى 76 ألف مناصر. يعني كما يقول لك طاقة الاستيعاب لا مشكلة، ماشي ملعب صغير، ليس بملعب صغير. كيفاش المنطقة يعني الجزائريين، ممكن الجزائريين نحكيو على الجزائريين اللي قادمين من الجزائر، ممكن الناس الجزائريين اللي عايشين هنا أدرى، لأنه طائرة ممكن تاخذه، سيارة ممكن يستقل سيارة ويجي لكانساس سيتي. ولكن كما يقول لك الجزائريين دائما اللي في الجزائر عندهم يعني ما عندهمش معلومات كافيه على كانساس سيتي. انا اصلا ما رحتش كانساس سيتي يعني باش نقول لكم، ولكن تبعد عليا يعني الطريق، يعني ممكن ما يفوق 6 ساعات سياقه وساعه ونص طائره، ماشي حاجه كبيره يعني مقارنه يعني بواحد الولايات، لانه امريكا قال لابد الجزائريين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناصرة المنتخب الجزائري في أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم. هذه هي بطل العالم. يعرفوا باللي الولايات المتحدة الأمريكية قارة كبيرة، يعني كي تقول في الولايات المتحدة الأمريكية باللي غادي ندير سياقة نسوق 6 ساعات، يعني أمر عادي. أمر عادي، يعني نحكي لك بين ولاية وولاية، يعني أمر عادي، يعني لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة جدا، ما تقدرش تتفرج كل منافسات يعني كأس العالم، يعني لأنه حتى من يعني من الشرق إلى غرب أمريكا المسافة جد طويلة جدا، حتى في الأمور يعني اللي كنا نروحوا لهم دائما كنا نشتكي يعني على البعد، يعني مثلا نروحوا الأمور الإدارية في قنصلية ولا هذا، نشتكي في نيويورك وإحنا في يعني المسافة بعيدة جدا. لهذا نقول لكم دائما الفكرة الأساسية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قارة، يعني عادي، يعني خصك دائما تخطط. أول شيء تخطط للسفر، يعني كيفاش غادي تجي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر كاين خطوط يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أول تخطيط. لابد تشوف الخطوط اللي تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر، أعتذر، من الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر. كاين أولا عندنا الخطوط الفرنسية، هذه راه معروفة، يعني الفرنسية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل للجزائر. الحاجة الثانية الخطوط الألمانية ليفتانزا، كاين تروح لفرانكفورت، فرانكفورت تروح لأمريكا، يعني مختلف المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية. الحاجة الثالثة ولا أنصح بها القطرية، يعني القطرية، لأنه لماذا؟ لأنه القطرية لو رحت الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه تروح لقطر وترجع على طريقك، يعني ترجع على طريقك، وهذه مسافة كبيرة تفوق 20 ساعة. يعني تخيل انت تقضي 20 ساعه في الطائره باش توصل للولايات المتحده الامريكيه. هذا احتمال قلعوه من راسكم. يعني واش يبقى لكم؟ يبقى لكم الخطوط الفرنسيه، يبقى لكم الخطوط الالمانيه، تبقى لكم التركيه كذلك، الخطوط التركيه. تركيا تروح 3 سوايع ونص تروح لإسطنبول، من إسطنبول لأمريكا. إسطنبول أمريكا على حسب الستيت في الولايات المتحدة، على حسب الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مسافة عادي تبقى طويلة، يعني أيضا تبقى طويلة، ولكن على الأقل أحسن من قطر، يعني القطرية. قطرية رغم يعني السيرفيس تاعها من احسن لي سيرفيس، ولكن يعني الله غالب ظروف، يعني ما تقدرش تروح وترجع على طريقك. وحتى ولو الترك يعني تروح وترجع على طريقك، ولكن ليست بهذيك المسافه لانه قادر تروح من للترك يعني من الى تركيا، والخطوط التركيه تروح لشيكاغو،
شيكاغو راها قريبه جدا جدا على كانساس سيتي يا جماعه. كانساس سيتي راها قريبه على شيكاغو، والخطوط التركيه مع شيكاغو البرايسز يعني الاسعار ملائمه، يعني في الايام العاديه ملائمه، لانه الكثير حتى من الجزائريين يروحوا على شيكاغو لان الاسعار ملائمه. يعني المطار شيكاغو راه كبير كبير جدا يا جماعه، وتقدر من تما تروح لكانساس سيتي. يعني كاين الباص، كاين التران، ما تخافوش يعني من وسائل النقل، ولا تروح طياره. يعني هذه هي. أنا بالنسبه في كانساس سيتي كاين مطار دولي، ولكن شوفوا الاسعار، دائما شوفوا الاسعار، تقدروا تدخلوا يعني يعني بحثوا يعني الخطوط وشوفوا الاسعار. كانساس سيتي شحال الاسعار وقالي. ولكن انا حاجه اللي نعرفها يعني على شيكاغو، دائما الاسعار ملائمه، يعني ملائمه بالنسبه لتركيا، بالنسبه لفرنسا اير فرونس، بالنسبه هادوك الخطوط اللي تروح لايطاليا وتروح لايبيريا تاع اسبانيا، هادوك ما ننصحش بهم. هادوك ما يعني ماشي حاجه اللي زعما ننصح بها باش تجي بها لامريكا، لانه حتى السيرفيس ماشي مليح، وحتى ما نظنش واحد الحركيه ما كاينش فيهم هذوك كلها. كانساس سيتي يعني منطقه راها تحت شيكاغو، يعني منطقه يعني هادئه، يعني واحد المنطقه ماشي اللي فيها السكان كيما نقولوا ضجيج المدينه كيما شيكاغو، ولا كيما نيويورك، ولا كيما كاليفورنيا. المنتخب الجزائري غادي يروح يواجه المنتخب الارجنتيني في اول مباراه تم في كانساس سيتي. هذا الملعب 76,000. هذا ممكن اللي يجعل يعني التيكت مرتفع، اسعار التذاكر مرتفعه، ان البطل العالم السابق هو اللي غادي يلعب في هذاك الملعب. يعني حتى ولو واجه اي منتخب، يعني دائما بطل العالم تكون عنده واحد كما يقول لك الكل يترقب بطل العالم، مما يجعل يعني الاسعار عارفين باللي الناس تجي تتفرج بطل العالم، سواء اللاتينو هنايا، يعني جاليه تاع امريكا الجنوبيه بكثره هنا، يعني يدخلوا يواجهوا لانه النجوم تاع المنتخب الارجنتيني بدون تعليق. يعني كاين اقبال جماهيري كثير، يعني اقبال مما يجعل اسعار التذاكر مرتفعه. اللي راهم جايين من الجزائر يعني دائما امور اللي تاثر عليهم، يعني تعرفوا يعني قيمه الدينار مع الدولار شويه، هذه من الامور اللي صعيبه. يعني حتى ولو كنت عندك ماشي كيما واحد الدول عندهم عملتهم يعني مرتفعه ولا عملتهم مليحه، يعني العمله تاعهم اللي مليحه يعني تساعدهم باش يشوفوا مباريات في الولايات المتحده الامريكيه وما تاثرش عليهم. ولكن تعرفوا احنا حل العمله تاعنا في الجزائر، يعني الدولار جو سي با 23 ولا، يعني مشكله باش يتفرج مقابله هي وحده، يعني بلا ما نحكوا يعني تذاكر تذاكر الطيران، ونحكيو الاكل والمباتة ولا. انا دائما نقول لكم يا جماعه اذا راكم جايين جماعه زملاء، كريو اير بي ام بي، ما تروحوش اوتيل ما تروحولاش. شوفوا اسيو باش تكريو اير بي ام بي في كانساس سيتي، ولا جو سي با انا ولا هكا تكونوا بكم 4 كريو بالبلاصه، تلقى لكم موان شير على تمشي الاوتيل تخلص مانيش عارف، خاصه منافسه كاس العالم غادي يكونوا لي زوتيل نار. بصح اير بي ام بي ممكن تجبروا منازل دي سويت هكا تكريوهم، تكونوا 3 بيكم ولا 4 ولا 2 ولا هكا تكريوهم، تلقى لكم موان شهر. ما تتبعوليش لي زوتيل في هذيك وماذا بكم يعني تكريو قبل يعني المنافسه، تضمنوا يعني تخلصوا اموركم، تفريو اموركم قبل ما يعني المنافسه بشهرين ولا 3. يعني هذه هي باش ديروا المده، ديروا هذا، اورغانيزيو رواحكم وكل شيء، لانه كلما اقتربت مده كاس العالم كلما الاسعار زادت طلعت. يعني لا، هنا كاين الترونسبور ما تخافوش منه يا جماعه. كاين ناس جو سي با بالك يبدلوا ولا لا، بصح كيما نقولوا هما عندهم هذيك يعني الترام تاع المدينه تما راه مجاني،
يعني جو سي با غادي يردوا دراهم ولا مي بور لو مومون واش على بالي وكل شيء باللي راه مجاني زعما يدور يعني في المدينه هذاك مجاني. ولكن عموما وين ما رحتوا يعني جيتوا لشيكاغو نزلتوا في شيكاغو وكل شيء ورحتوا وكل شيء ممكن كيما نقولوا ما تخافوش من الترونسبور. يعني لي بيس التنا يعني امكانيات هائله، ماشي لي بيس اللي كيما قال لك هذه كاس منافسه كاس العالم، ماشي لي بيس يعني حتى في الايام اللي ماشي عاديه غير كاس العالم لي بيس هنا في امريكا ما تخافوش منهم يا جماعه، مستوى عالي، كل شيء فيهم السيرفيس وايف، الويفي عندهم كل شيء يعني تروحوا في الترا عادي يعني من شيكاغو لهذا. انا علاش راني ننصح بشيكاغو؟ باسكو البرايسز تاع التيكت يهم لي بري تاع التيكت من الجزائر باش توصل لامريكا. يعني يهم امريكا شيكاغو راه متلاصقه مع لاصقه في كانساس سيتي، يعني ماشي بعيده عليها. يعني لا يعني نظن المسافه اللي احسن يعني من خاطر لانك اذا رحت نيويورك راها من الجهه الاخرى، ولا رحت من كاليفورنيا وكل شيء راك عادي تزيد تخلص بزاف يعني باش لانه حتى يعني هذا هو في التنظيم شويه. انا كما يقول لك ما عجبنيش في هذه المساله كيفاش المقابله الاولى تلعبها في تما في كانساس سيتي، عاودك تروح كاليفورنيا سانتا كلارا، عاودك ترجع لكانساس سيتي. يعني بزاف يعني ماشي بزاف على اللاعبين يروحوا الطياره ولا يروحوا ولكن نحكوا على الانصار يعني تكاليف كبار يعني يا جماعه، تكاليف كبار وتكلفهم. يعني يروحوا لك كاين اللي يمشي يحب يروح المواجهه الثانيه مع الاردن يروح لكاليفورنيا يعني سانتا كلارا ويجي كيما يقول لك يخلص باش يتفرج الاردن عاود يرجع لكانساس سيتي. يعني مصاريف وراها مصاريف الهوتيل ولا Airbnb ولا حاجه يعني، والاكل والشرب ومواصلات ممكن يعني مصاريف كثيره يعني اللي راه حاب كل واحد راه عنده بروغرام في الجزائر، كل واحد راه حتى اللي راه هنايا راه عنده بروغرام. هذه هي يعني الاغلبيه تاع الجزائريين اللي راه هنايا راه ما غادي يجيو يتفرجوا المنتخب الوطني. ولكن انا الاهميه نعطيها اللي راهم جايين لانهم راهم ما عندهمش اهميه يعني ما عندهمش يعني معلومات كبيره على المنطقه كانساس سيتي. ماشي كيما تقول له نيويورك ولا تقول لها كاليفورنيا ولا تقول لها جو سي با اي. هذه هي اللي حبيت نوصلها يعني. ولو الفكره العامه انا بغيت نوصل باللي شيكاغو راه قريبه. مطار شيكاغو راه معروف يا جماعه، مطار شيكاغو راه من اكبر المطارات يعني. والابرايسس من انا سافرت منه شخصيا يعني كان من احسن المطارات، والبرايسس ملاح يعني اللي بري ملاح. ولكن مع قدوم كاس العالم تعرفوا بلي يعني انا نقول لكم هذا المطار، ولكن اسيو دائما تشوفوا كشتيكي قبل يا جماعه، قبل فريو اموركم قبل يعني. واللي راه جماعه وراهم جايين يا جماعه يعني واير بي ام بي فريو اموركم قبل يعني كل شيء قبل، ما تخليش تا اخر لحظه وكل شيء، لانه سي لوجيك يعني كاس العالم منافسه كاس العالم كي تقرب هذه الاسعار كلها ماشي تطلع تريبل. هذه هي. واي سؤال اهلا وسهلا ومرحبا اخوتي زعما على كما نقول لك على الصدر الرحب. تحياتنا.